انا بحب الكرنبايه المتوسطه كده، محبش كبير قوي، ما تكون صغيره شويه كده متوسطه عشان تعرفي تسلقيها وكده. ولو كبيره برضو بتبقى حلوه، لو عندك حله كبيره للسليق مفيش مشكله. اهو بصي يا حبايبي، دي الكرنبايه التانية اهي، دي الكرنبايه التانية نفس الحجم تقريبا. جبت الكرنبتين دول عاملين 25 جنيه. كرنب ما شاء الله كتير في السوق، بس لسه برضو غالي شوية. وجبت طبعا بتنجان طبعا وقورته، بتنجان اسود وبتنجان اللي هو الملون ده اللي هو المخدد ده. جبته قورته طبعا، بحب البتنجان الاسود ده بيبقى حلو قوي في المحشي برضو. وطبعا الكرنب زي ما قلت لكم اهي، بصوا الكرنب حلو جدا، كرنب مدوره وطازه لسه، جميله قوي قوي اهي. دي برضو وسط كده وناشفه كده وجامده قوي، حلوه قوي. اهو زي ما قلت لكم انا جبت الاتنين دول ب25 جنيه. وجبت طبعا الخضره، جبت ب5 جنيه خضره ما شاء الله كتيره برضو. التلات حزم ب2 جنيه كده، حلوه قوي. كزبره وفلفل، كزبره وبقدونس وشبت. وده طبعا فلفل رومي وكده عشان نحشيه مع المحشي. وكوسه اهي، الكوسه طبعا جبتها برضو قورتها. وجبت 3 كيلو طماطم كده. طماطم النهارده عامله 12 جنيه، غاليه جدا بس حلوه، حلوه قوي، حمرا قوي كده، جايباها حمرا حلوه كده عشان المحشي وكده، تخلي الصلصه حلوه جدا. طبعا هاخد منها جزء مش هستعمله كله، هاخد منها على قد ما انا عايزه وخلاص. تمام. ودي الفرخه البلدي هي اللي هنعملها مع بعض. وده طبعا البيض بتاعها، بصوا كانت بتبيض اهي. بصوا كل الحاجات دي لسه جايه طازه. هنشوف بقى دلوقتي. هحط حله اهو على النار فيها ميه وفيها نص معلقه كمون كده بالشكل دوت، ومعلقه ملح كبيره ايوه. حطيت طبعا شويه ملح تاني، يعني حوالي معلقه ونص من الملح. هبتدي بقى هنضف الكرنبايه كده بالشكل دوت. بتجيبي السكينه كده وانتي نازله على تحت، بتقوريها كده بالراحه عشان ما تقطعش وتهري منك اهي. بصوا كده بالشكل ده. طبعا بنضف القلب بتاعها كويس كده عشان ما يبقاش فيه العروق ما تبقاش ماسكه مع بعضها. او بصوا نضفتها بالشكل ده او بصوا كده. طبعا دي الميه اهيت يا دوب قربت تغلي خلاص، احنا منسيبهاش طبعا تغلي. زي ما قلت لكم احنا حطينا فيها نص معلقه كمون ومعلقه ونص من الملح. وطبعا حطينا الكرنبايه كده على وشها وبضغط عليها بايدي لحد ما تدبل، وابتدي اقلبها على الوش التاني زي ما انتم شايفين كده، وابتدي اسحب منها ورقه ورقه اهو. بصوا كده بالشكل ده. اهو طبعا بصوا كده لسه هنحط الكرنبايه التانية. وده طبعا ورق اخضر كده هحطه برضو عشان افرش منه من تحته كده، تحت في القعر الحل. تمام. الكرنب كله بعد ما سلقته كله بالشكل دوت بفتح عليه الميه طبعا عشان ابرده تحت الميه. ودي طبعا معايا حله كده اللي هسلق فيها الفرخه، فيها ورق لورو وفلفل اسود وحبهان وشوربه ماجي وبصلايه وطماطمايه. تمام. ودي بقى الصلصه وكده. معايا ربع كيلو من البصل، بصلتين كبار كده. طبعا حطيتهم الاول اتشوحوا الاول بشويه ملح، وبعد كده سبتها تصفر، وبعد كده حطيت عليها الثوم وحطيت عليها الطماطم وتسبكت طبعا بالشكل دوت. بص طبعا حطيت عليها الرز، هبتدي بقى اشوح فيه كده شويه بشويه، وحطيت عليه معلقه شطه حمراء والتوابل طبعا ورشه جوز الطيب وفلفل اخضر وفلفل اصفر وفلفل احمر. بقلبهم كده كويس مع بعض. طبعا حطيت الخضره، بصوا بقيت بالشكل ده. هبتدي بقى الف المحشي. ده معايا طاجن اهوت
خدت طبعا جزء من الرز كده وابتدي الف بقى المحشي. المحشي طبعا مش هعمله النهارده في حله، هعمله النهارده في طاجن كده، معايا طاجن كده غويط حلو قوي، فهلف فيه محشي الكرنب. اهو بصوا طبعا بفرش القعر كله كده بالورق الاخضر اللي انا سلقته معاكم، علشان الطبقه دي بتحميه ان هو ما يتحرقش من تحت. وابتدي بقى اقطع الورق كده والفه كده بالشكل دوت. طبعا المحشي والله في ناس كتير بتستصعبه، بس هو فعلا مش بياخد اي حاجه، في ثواني كده على طول. اهو بصوا بحشي طبعا بسرعه كده. اهو بصوا شايفين جماله وحلاوته. الصباع ايه مزقلط كده وجميل، صوابع صغننه كده حلوه قوي. اهو بصوا الصوابع كلها مقاس واحد. اهو بصوا كده بالشكل ده. طبعا بترصيه كده رصه حلوه من تحت ومن فوق لحد الاخر. طبعا الفرخه هي قربت تستوي معايا. طبعا حطيت لها ملح وهي داخله على سوا. طبعا بتظبطي بقى طعم الشوربه بتاعك وكده. ده طبعا البتنجان برضو هبتدي احشي فيه. انا كده خلصت الكرنب خلاص، هبتدي بقى احشي البتنجان وكده بالشكل دوت. برضو طالما برضو متقور بيتعبى معانا بسرعه جدا، ما بياخدش وقت. من دي المحشي ده من اكلات الشتويه، بتبقى حلوه جدا 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 في الشتاء. ايوه بصوا الكرنب طبعا بعد ما خلصت كله، والفلفل وحشيت طبعا فلفل كده عليه. وده طبعا البتنجان طبعا برضو حطيت له برضو فلفل اخضر. طبعا ابتدي اسقيه بقى. طبعا الشوربه خلاص ظبطت ملحها وظبطتها خالص. طبعا بسقيه كده البتنجان طبعا ببقى موقفاه كده بالشكل دوت. ودي طبعا الشوربه اللي هنسقي بيها المحشي الكرنب والفلفل والكوسه. طبعا معايا معلقتين صلصه كبار اللي كنت شايلاهم من الصلصه، من صلصه المحشي، ومعلقه سمنه كبيره، وشوربه طبعا، وشوربه ماجي، وتوابل بقى التوابل اللي عندك ظبطيها وحطي وظبطي ملحها وتمام. واسقي بيها المحشي بتخلي لك لون المحشي احمر جدا. اهو بصوا حلو جدا. طبعا بغطيه طبعا بالورق السلوفان كده وغطى عليه. ودي طبعا الكوسه هبتدي اسقيها برضو من نفس الشوربه وكده. طبعا اغطي عليها واسيبها تستوي كويس. بصوا طبعا البتنجان خلاص اتشرب اهو، وخلاص شبه دخل على سوا خلاص. بصوا مش قادره اقول لكم الريحه عامله ازاي، انتوا اكيد شامين وحاسين بالموقف ده. بجد المحشي بيبقى ريحته حلوه جدا جدا. الا بقى الكرنب، بصوا الله الله الله. بصوا الكرنب شايفين جماله وحلاوته، بجد تحفه حلوه قوي قوي. زي ما بقول لكم بيبقى حلو جدا جدا في الشتاء، بيبقى حلو فعلا بيدفينا كده في الشتاء، بنحس بدفء قوي قوي لما بناكله كده، بيبقى بجد جميل قوي. بص الكوسه، الكوسه لسه طبعا فاضلها شويه. طبعا دي الصينيه اللي هنغرف فيها وكده، حطيت عليها ورق سلوفان. ودي طبعا الفرخه هي بعد ما استوت طبعا وحمرتها كده بالشكل دوت، حطيتها على ستاند كده ووقفتها. بصوا طبعا متحمره طبعا من جميع الاتجاهات وكده. طبعا هبتدي بقى انا طبعا ده الكرنب طبعا هبتدي اغرفه. نشلت طبعا الفرخه كده لحد ما اظبط بس الحله وكده عشان كانت سخنه وكده. بصوا شايفين البخار بقى اللي طالع منه ده، بجد ريحته بيبقى روعه. بص طبعا هبتدي بقى ارص الصينيه كلها كده. حطيت جزء كده من الكوسه والفلفل طبعا في الجنب، والبتنجان برضو في الجنب التاني، وفي النص طبعا كرنب وكده، كرنب وفلفل تمام. بصوا رصيته كده طبعا، ومرضتش اعمل بقى جنبيه بقى شوربه ولا اي حاجه تاني. هو كده حلو قوي، هو كده الغدا بتاعنا فله، مش محتاج اي حاجه تاني جنبيه. بصوا شايفين جماله وحلاوته.
بجد والله العظيم الريحة بجد مش قادرة اقول لكم، بجد بجد تحفة. واتمنى كلكم بجد تجربوا بنفس الطريقة دي، حلوة قوي قوي قوي. يا رب يا حبايبي النهارده الفيديو يكون سهل وبسيط عليكم. لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب للقناة. بحبكم في الله، مع الف سلامة.